أحسن الله إليكم. يقول: رجل يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر، ولكنه دائما أو بشكل متكرر لا يتمكن من صلاة ركعتين أي سنة الفجر قبل الصلاة، فهل يؤديها بعد الصلاة؟ ثم تفوتني صلاة الفجر في المسجد كثيرا، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟ بسيط هذا. لو عزمت على السفر يوم غد قبل الأذان ب10 دقائق، هل تستيقظ من دون أن يتولى أحد أمرك بهذا الاستيقاظ؟ لو كنت أنت ومجموعة من الرفقاء أردتم أن تخرجوا لنزهة وأحببتم أن تصلوا الفجر بالخلا، ألا تستيقظون مبكرين؟ المسألة ترجع للعزيمة. إذا صدقت العزيمة تبين أثرها. ومع هذا أنصحك بالأخذ بالأسباب. ضع ساعة وراء ساعة، فإذا سكتت هذه بدأت تلك، وإن شاء الله إذا صح منك العزم ستجد الأمر بإذن الله متيسرا.